رئيس، أعطي الكلمة للسيد وزير العدل السي عبد اللطيف وهبي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حنا جرينا على الشياطين بالقرآن، غير تهنا. السيد الرئيس وصديقي السي عبد الله بوانو الذي يشاكسني كثيرا، وأنا أعتقد بأنه من حظ هذا المجلس أن نتشاكس بيننا وبين السادة الرؤساء. نحن ندخل في مواجهات، تقع انزلاقات، تقع كل شيء، ولكن في آخر المطاف هذا لا يفسد للود قضية، لأنه نتكلم بصدق فيما بيننا. على الأقل أنه السي عبد الله بوانو الملاحظات الموجودة كما كاين شي مشكلة السيد الرئيس. أنا مسرور أكون اليوم السادة الرؤساء، السادة النواب، السادة المستشارين، السادة العدول، السيد الرئيس، أشكركم على دعوتكم لي فقط غير لتوضيح الواضحات. وأنه حينما قيل لي في التدخل ديال الأخت هند التي عاشرتها في مجلس في لجنة العدل والتشريع، يعني لم أتحملها تلك اللحظة 30 ثانية، تحملتها 4 سنوات. حينما قالت الانقلاب مرتين، ربما لم تكن تعلم بأنه الانقلاب ليست كلمة عربية، هي كلمة فارسية وتعني الثورة. هي قالت مرتين الثورة وأنا قلت مرة واحدة. لذلك كان طبيعي أننا نفعله، كان طبيعي أننا بعض الأحيان نصل لدرجة الاستفزاز، ولكن هذا نحن بشر، والبشر يستفز، والبشر في كثير من الأحيان تقع الانزلاقات. من لم يكن فليرميها بحجارة. هذا القانون هذا تكلم عنه الكثيرون، وبعض الأحيان تكلم عنه الذين قرأوه، وبعض الأحيان تكلموا عنه الناس لم يقرأوه وبدأوا يصدرون أحكاما. تفقه كل الناس في الدين إلا عمر، معروف القولة ديال عمر بن الخطاب حينما وجدته امرأة فيما قاله القرآن في قرار اتخذه. ربما هذا اجتهاد، على الأقل عندي حسنة، إذا أخطأت هذا موضوع آخر، ولكن كانت رغبتي أن يدخل العدول في الإصلاح القضائي، لأنه ناقشنا الخبراء، ناقشنا الموثقين، ناقشنا المحامين. وأنا من قناعة نفسي أعرف جيدا أي قانون ينظم أي مهنة ستخلق مشاكل. هناك حلين لا ثالث لهما: إما أن أكون وزيرا لا يهتم وجالسا بمكتبه ويقوم بالتدشينات، ولماذا سيدخل هذه المشاكل كلها؟ وإما أننا سنتحمل مسؤوليتنا ونتخذ القرارات المناسبة، أخطأنا أو أصبنا، ونتحمل مسؤوليتنا السياسية. لهذا قلت دائما أن القوانين التي تصدر عني وتأتي البرلمان هي مسؤوليتي السياسية، وأنا أتحملها كما تحملوا عبء الذين تصدر منهم بعض الأشياء لا مجال لدخلها. أولا ننطلق بمبادئ معينة. أنا بشكل أو آخر أمثل الحكومة، ولا أشتغل إلا مع المؤسسات التي ينص عليها القانون. لا أعرف مجموعات أخرى بأي صفة كانت، ولا أريد أن أصفها. أنا أشتغل مع الهيئة الوطنية للعدول التي نص على القانون وأوجدها القانون. هذا الموضوع. وجلست معهم وناقشت معهم واختلفت معهم وأعطيتهم رؤيتي للموضوع، وذهبت إلى الحكومة وأغيروا رؤيتي لمجموعة من الأشياء، وكثير من القرارات رفضوها لي إلى آخره. وكنت بين الحكومة وبين العدول، وكل عضو في الحكومة له رأي في قضية العدول. المالية عندها موضوع في القضية ديال الودائع، والقرار يتدخل فيه ليس فقط المالية، يتدخل فيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. لا تعتقدون بأنه توقف، هذا مجال نص عليه القرآن، ويدخل في المجال الديني، وأنتم تعرفون هذا المجال لمن السلطة فيه. والمجلس الأعلى العلمي، لا تعتقدون بأن الأمور تمر بهدوء. كان نقاشات حادة، أنا أريد أن أتوسع، البعض الآخر يريد أن يتوسع، البعض الآخر يريد أن يضيق، وكل هيئة لها رأيها. الحكومة ليست على خط واحد، تختلف ويختلف المواقع فيها. لذلك
لا يمكنني أن أتفاوض وأن أسمع إلا للمؤسسة الرسمية التي نظمها القانون، وإذا كان هناك اختلاف داخل هذه المؤسسة يعالجوه داخل. أنا لا أتدخل في هذه المؤسسات ولا يهمني لا أتدخل في هذه المؤسسات. الديمقراطية فيما بينهم والإجراءات فيما بينهم. لذلك استقبلت السيد الرئيس مرارا، عقدنا عدة اجتماعات أنا والسيد الرئيس والهيئة، واختلفنا واتفقنا وانفعلنا، والمؤسسات وزارة العدل بمسؤوليه دعم الاجتماعات، وما لا يؤخذ كله لا يترك بعضه ولا يترك بعضه. فلذلك هذه القضية ديال مفهوم المؤسسات في الوزارة، جاءني النقابات وجاءتني مؤسسات أخرى خلقت، أجهزة خلقت، رفضت أن أي لقاء معها، واجتمعت مع النقابات التي ينص عليهم الدستور والذين هم مؤسسات رسمية في إطار الدستور. هذا الموضوع. لهذا أنا سأظل في علاقة مباشرة مع هذه المؤسسة اللي هي الوطنية للعدول ومع السيد الرئيس، نختلف معه ونتفق أو لو تبعت السيد الرئيس فيما طلبه لكان هذا النص فيه 500 فصل، يريد كل شيء، وأنا ملزم بالتوازنات وملزم بأن نناقش مع الحكومة، وقرار ليس قراري، هذا قرار الحكومة بكل مكوناتها، وقرارات هيئات أخرى موازية لها اختصاصات أخرى تدخل في مجال لا يدخل في اختصاص الحكومة. المسألة الأخرى أن عندي هم من يوم أصبحت وزيرا، وهي قضية الأموال، وهذه هي نقطة التي قسمت ظهر البعير. أريد لجميع الهيئات أن أنزع منهم الأموال، لا مع العدول ولا مع المتقين ولا مع المحامين ولا مع غيرهم. أنت تقوم بوظيفة توصل بأتعابك وانتهى الموضوع. لماذا تريد أن تكون لا المبالغ نضعها في هذا الصندوق؟ عملنا الصندوق للمتقين وصلنا ل 70 متق في السجن، زيد الهيئات الأخرى عندي ملفات 1000 وش حاجة ديال. أنت عادي تشهد على اتفاق، تأخذ مبالغك أتعابك، ما دخلك أنت في المبالغ المالية؟ إذا ارتأيتم بأن ذلك سيوسع مجالكم فانتظروا مدونة الأسرة، قد تعطيكم اختصاصات أخرى ما زالت في السرية، ولكن قد تعطيكم اختصاصات أخرى ستنبهرون منها. لذلك هذا النص أنا عرفت بأن النص فيكم ما متفقش معايا، ولكن كلكم، ولكن لا أرجوكم كلكم ما متفقين معايا، ولكن انتم ما ماشيش في البرلمان، ما كتصوتوش في الضوء هذا الملف هذا. دابا غتسمعوا رايي ولا غادي نديروا مظاهره؟ غاديروا مظاهره نمشي انا، ما فيها اللي يدير مظاهره معكم. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، ما نبغيوش المقاطعه ديال اي متدخل. الله يجازيكم بخير. لا واش بغيتوا تتكلموا بصدق تسمعوا رايي، يعجبكم ولا ما يعجبكم نقول لكم رايي بحقيقه من نفخكم، ومن بعد غيمشي للجنه العدل التشريعي وعندكم الناس ديالكم تما تصارعوا فيها. ولكن المسطره الشرعيه مسطره الاساس الدستور في اطار الدوله هي اللي غتكون. ما غنديرش قانون خارج الدوله، ما غنديرش قانون خارج الحكومه، ما غنديرش قانون خارج البرلمان، غنديروا هكا. وهناك شخص وشخصيه مسؤوله عن المجال الديني راه تراقبني، نكونوا واضحين. بغينا نديروا قانون، تشاورنا اتفقنا، باقي مجال ديال التشريع ونناقشوا ثاني في مجال ديال التشريع. خارج هذا راه ما كاينش. لن يلوي احدا ذراعي في التصريح بقناعتي، كايناش. والبرلمان يقرر، بغى يبدل هذا الشيء يبدلو، بغى يخليه. نكونوا واضحين. واش غادي ندير التشريع خارج البرلمان؟ راه ما نديرو، انا جزء من الدوله، اذا غادي ندير مجال الذي ينظمه الدوله والدستور، وهو التشريع في اطار مسطره التشريع. ماذا جاء في هذا القانون اللي ما شفتوش؟ نقول لكم اولا هذا القانون جاء في اطار توصيه 11 من الميثاق الوطني للاصلاح. قال لك اودي خرجوا لنا هذا المفهوم تاع خطه العداله الى مهنه العدول. كانت خطه العداله دابا اصبحوا المهن حتى هي راه مهنه. كان هذا النقاش فيه كبير. هل اذا اخرجنا هذا اللفظ اللي هي خطه العداله الى مهنه العدول، هل يعني هذا ان نخرجها من المجال الديني الى المجال المدني؟
تنقول لهم راه الشرعيه ديال هذه المهنه هو المجال الديني، هذه هي شرعيتها، تحفظ الانساب وتعقد الزواج والطلاق الى غير ذلك. قلنا نديروا واحد المؤسسه ديال التكوين والتكوين المستمر باش نسهروا على هذه العمليه هذه. وقلنا بانه خصو تفتح مكتب المحكمه الابتدائيه ديال التابع لها مقر التعيين ديالها. واعطينا واحد النقطه اللي كان نقاش فيها كبير، وهو مكتب المشاركه. تمسكنا بانها تكون، وكان خلاف انها ما تكونش، لانه غنحددوا شكون هو المسؤوليه، من غتجي المسؤوليه، كيفاش غنديروا المسؤوليه. قلنا لا، غادي نديروا مشاركه وراه كلهم مسؤولين في جميع الاحوال. وطرحت قضيه انه كاين اللي كيكون عدول ما كيشتغلش كيبقى عدول، وكاين اللي كيكون عدول وما كيكونش عنده مكتب الا بغيتي تتقلب عليه. وقلنا ديالنا خصنا الخط كيتوقف العدل، ودرنا توقف المهني والاسباب ديالو، وعطينا سنه قابله تجديد 4 مرات باذن من السلطه الحكوميه المكلفه بالعدل. هذا الاذن هذا علاش درنا؟ غير باش فقط نراقبوا وندخلوا ونجيو فيه. وقلنا بغينا يكون عندهم مكتب محترم وتكون عندهم الهيبه الى اخره. حتى كنا كنتفاوضوا واحد الوقت باش نديروا واحد النموذج ديال المكتب ونعاونوا العدول باش تكون عندهم هذه المكاتب مع وسائل التواصل اللي غادي تكون اللي هي استعمال الوسائل الحديثه. واعتبرنا ان العدل، لانه راه درنا لهم مهنه العدول ماشي خطه العداله، فاعطيناهم صفه الخدمه العموميه. ونظمنا العمل ضمن العمل باش يكون التغيب بعذر مقبول، ونضمنوا حقوق المتعاملين معهم، وعطينا الحق باش الرئيس يكلف واحد العدل داخل المحكمه الابتدائيه في حاله الغياب ديال العدل. وقلنا انه اذا كان شي دعوه لافراغ لا يتم افراغ العدل الا باشعار الرئيس الجهوي باش يتبع معاه، باش هذاك العدل ما يخرجش للزنقه، يمشي شي مكتب ديال شي عدل الى حين توفير العمليات الى اخره. وقلنا بان لهم الحق يديروا اجراءات التسجيل والتحفيظ اذا كان طلب منهم داك الشيء الى باقي الاجراءات اللازمه. ولكن هذا التحفيظ والتسجيل راه فيه ثاني واحد الالتزام، وهو تحمل الاخطاء المدنيه. كان عندنا نقاش، انا نقول لكم حينما واحد العدل كيدير واحد العقد وكيتثبت لنا فيه انه خطا، ما دار شي خطا، واش هو مجال جنائي ولا مجال مدني؟ انا مع المجال المدني. العدل تا هو بشر بحالنا، بحال الطبيب بحال المحامي، كيدير خطا تيبقى نتابعوه مدنيا. مش معناه العدل خصو يدير واحد التامين ونمشيو في هذا التامين هذا بلا ما نبقاو العدول كل مره جري شي واحد للمحكمه، اما بالتصوير اما بالتشطيب اما بواحد المجموعه ديال الامور. كما قلت درنا امكانيه ممارسه المهنه بشكل ثنائي معنا في اطار نظام المشاركه، وحددنا اجل ديال 6 شهور باش يبدا الممارسه. اذا ما بداش الممارسه تشطب عليه، ماشي نعطيه واحد الشهاده باش يمشي يمارس وفي الاخر يشدها ويديرها في جيبو يبقى يدور. 6 شهور عنده، الا ما دارهاش غنشطبوا عليه. وقلنا طرح لنا اشكال، هذا العدل هذا قالوا لك الا وصل واحد السن نوقفوا على العمل، ما يمكنش. وقف المحامين، وقف المتقين، وقف الاطباء، وقف كل شيء. اش غدير؟ ولكن كيقول لك الا دار 70 سنه واش عنده قدره باش يكتب عقد، يستمع للاطراف ويسجل العقد. لانه ما المانع انه تكون عنده 70 سنه؟ القضاة درنا لهم 75 سنه للتقاعد، يحكمون في مصير الناس هذوك كاع، ودرنا 75 سنه. جيتي للعدل هو اللي طرح لك مشكل. كان نقاش انه نحددوا واحد السن ديال التقاعد. قلنا له واش التقاعد عندكم شي صندوق كتخلصوا به الناس؟ ما عندكم. طرح اشكال، وهذا خص الهيئه الوطنيه تفكر فيه. قلنا يدير واحد الشهاده طبيه كل سنه ولا كل طبيه باش يقول لنا راه عنده قدره على الاستمرار في هذه القضيه، وصافي. غير باش نثبتوا بعد 70 سنه بعد 70 سنه باش نثبتوا بانه كذا. وحيدنا النسخ، وهذه قصه اخرى عشتوها معايا. عانيت الكثير مع هذه النسخ، ماشي عانيت معهم، عانيت عليهم زعما. اولا النسخ كانوا كيعيشوا مع العدول وكيعيشوا مع العقود الى اخره. كاين اللي مزوج وعنده الاولاد، وكاين اللي يلاه بدا حياته. كاين تطرح لنا هذا الاشكال، شنو غنديروا؟ دخلنا في واحد المعركه، كان الساده النواب عاونوني فيها، ونقاش مع الحكومه.
حتى عطونا واحد 250 منصب شغل دخلنا فيها العدول اللي عندهم السن القانوني باش يدخلوا الوظيفه العموميه نشغلهم داخل المحاكم النسخ عفوا. قلنا علاش درنا 250 ودرناهم في المحاكم الاسره؟ لانهم اللي كيفهموا العدول وكيفهموهم العدول وغادي يسهلوا العمليه، علما انهم مستقبلا وطرحوا القضيه ديال الاشهاد ديال وخطبه العقود ديال القاضي. طرحنا اشكال، قال العدول هز الوراق هذا القاضي جايب الوراق. درنا برنامج قلنا العدول يصيفطوا بار انفورماتيك للقاضي والقاضي يشوف ويقرا ويشوف الوثائق ويصدق عليه بتوقيع الكتروني. ودرنا القضاة توقيع الكتروني باش ما يبقاوش الصدى العدول يمشيو للمحكمه ويجيو ويصيفطوا لي باريمي غادي يطلع عليه القاضي ويردوا. عنده شي مناقشه ولا عنده شي ملاحظه يستدعي العدل ويشوف معاه، ولكن ما كاينلاش العدول يمشيو دايرين الصف في المحكمه كيتسنى امتى يقرا لهم العدول امتى يقرا لهم القاضي ويسيني. او درنا انه الخطاب كيكون عليه بطريقه يدويه او بطريقه الكترونيه. علاش درناهم بجوج؟ قلنا احنا درناه ولكن قلنا باش نعاونوا العدول واحد النهار يولي كل شيء الكتروني، ولكن ما نديروهاش من الاول لان كاين العدول. علاش ننسخ؟ حنا درنا لهم واحد التكوين ودابا نديروا لهم تكوين اكثر باش يوليو يشتغلوا مع العدول باش يسهلوا هذه العمليه هذه. اكبر مشكل عندنا في المجال القضائي هو اللفيف، واكبر مشكل كاين في القضاء الجنائي للعدول هو اللفيف. تيجي يشهد اليوم ونكر غدا، لدرجه انا قلت لهم كاع نديروا الصور لهذوك الشهود باش نثبتوا بانهم راه كانوا قدام العدول. وتيجيك واحد الشهيد في اللفيف تيقول لك انا مشيت شهد ولكن راه قالوا لي هذا الشيء ماشي هذا الشيء. انا كنت محامي 30 عام، شحال رفعت في هذه الملفات تنعرف العجب فيهم. فنظمنا قضيه اللفيف لانه درنا واحد الدراسه للملفات الجنائيه، كاين عندنا اللفيف مشكله ودرناه كيفاش يكون، كيفاش ما يطيحش في التلاعب والتحايل والتدليس باش نضبطوا هذه العمليه اكثر. انا كتبغي نمشي اكثر ولكن كنصطدموا مع النص الجنائي، ما يمكنش نتجاوزوا. بقينا في لان في اخر المطاف راه العدل يتلقى الشهاده. قلنا ان دابا كلشي عدل، اطال الله عمركم كيموت ولا كيمشي مع الخط الوثائق ما كنلقاوهاش. كاين اللي كنلقاوها كاين اللي ما كنلقاوهاش. حنا دابا من حيث غادي نصيفطوا عن طريق الانترنت العقد للقاضي اللي المخاطب عليه كيحتفظ بالنسخه منه، ولكن العدول هما اللي غادي يعطيو النسخه منه. الا جيت انا بغيت ناخذها نعطي نسخه منه. انا مشيت كثار قلت لهم في المحكمه يجي يطلبها ونعطوها ليه في المحكمه، وندير واحد الحساب خاص للساده العدول اللي خدينا اللي جاو غياخذوا يخلص واحد المبلغ، ذاك المبلغ يبقى في صندوق المحكمه ويحالوا على العدول مباشره حسابه الخاص، باش ما يبقاش الواحد تيقلب على العدول واش باقي عنده هذا المكتب ولا فين كاين. بغيتي ندخل لورديناتور خذوا ولكن غتخلص، وهذوك الفلوس غادي نشوفوا شكون العدل اللي دار هذاك العقد، وغادي توصلوا المبالغ الماليه بعد يوضعوا لنا الحسابات كلها. وهذه المساله درناها في مجالات اخرى، درناها مع لي بونك، درنا مع ونجحت. علاش العدول ما تنجحش معاهم؟ يعطيك الحساب البنكي ديالو الا جا خدا شي عقد، هذاك الموظف غادي يشوف الاسم العقد او يدير العقد ويصيفطوا لهذاك العدول يوقع الكترونيا ويردوا للمحكمه باش يعطي داك الشيء الكترونيا باش المبالغ تمشي ويعرف هذاك العدل بانه راه خرج واحد نسخه العقد اللي كان دار شحال هذه وانه يستحق مبلغ من معين ويتبع الحسابات ديالو. خص العدول يتعاونوا معنا، خص العدول يطوروا وسائل العمل ديالهم باش يمكننا نمشيو بعيد. هذه الوثيقه استخراج الوثيقه والنسخ نجلسوا فيها مع الهيئه الوطنيه للعدول وغادي نتفقوا على واحد المسطره وغادي نديروها. هذاك الموضوع ديال المراه حسمناه، المراه العادله حسمناه، وهذه النقطه هذه كان فيها واحد الراي اخر، كان فيها نقاش اخر. على كل قرار جا والعدل باش درنا واحد القضيه ان العدل اللي دار واحد العقد ديال الزواج مثلا، جات واحد المراه كتطلبوا وجات طلباتو في البلاتفورم، لان في البلاتفورم غيخلصوا ما غاديش يديوه فابور. قلنا راه خص العدل اللي كتب هذاك العقد الاصلي هو اللي يدير عليه طبق الاصل ويوقعوا لجوج الاسباب: يعرف بانه راه واحد العقد كنكتبه هو راه خرج، وباش يعرف بانه المصاريف ديالو راه غادي تمشي للحسابات ديالو، يحسب المداخل ديالو ويحسب المصاريف ديالو باش ما يبقاش الموظف ديال المحكمه كيتحكم، يولي باين الامور. ما غاديش درنا الهيئه الوطنيه قلنا اللي غدير واحد مدونه السلوك تتضمن القواعد الاخلاقيه،
وقلنا بانه المجلس ديال الهيئه الوطنيه، درنا المجالس الجهويه ودرنا المجالس الوطنيه، ولكن نقول لكم هذه الهيئه الوطنيه، شوف اختلفوا معايا ما تختلفوا معايا، راه ما كاين اللي غيقويكم قد تقويتكم للهيئه الوطنيه. الا تخليتوا على الهيئه الوطنيه راه ما تلقاوش مع من تحاوروا غدا، ما تلقاوش. الهيئه الوطنيه الا كانت ماشي ديمقراطيه ردوها ديمقراطيه، ما عجبكم الناس فيها غيرهم الا بغيتوا، ولكن الهيئه الوطنيه خصها تقوى. الا ما عندكم الهيئه الوطنيه ما كاين اللي يتذكر معكم، انا ما نتذكرش معكم اصلا، انا الهيئه الوطنيه ما عادش نتذكر. ايوا قويوا الهيئه الوطنيه ديالكم وتلعب الدور ديالها، لانه كينص عليها القانون وكينظم على القانون. والدوله والحكومه لا تتفاوض الا مع المؤسسات المنظمه رسميا، خارجها ما يمكنش. غنديروا التنسيقيات في النقابات، نديروا التنسيقيات غدا في الاحزاب، غدا نديروا التنسيقيه شي حكومه تسير التنسيقيه ديال شي حكومه اخرى، بقاو غير حنا طالعين. كاين المؤسسات المنصوص عليها رسميا في القانون هي التي لها الصفه باش تتكلم، وهذا اختياركم وتصويتكم. وسيروا اخويا تحاربوا، ولكن اللي داز راه الرئيس، والهيئه اللي داز راه هي. اليوم ما قديت ندوز شي حاجه حتى الانتخابات الجايه ونجمع الاصوات ونجي ندير داكشي اللي في راسي، ولكن خاص. انا كنتذكر قلت للساده النقباء، ربما كنت محامي، كنت مشاكس شيئا ما، وفي جلسه النقاش الحد غير كيوقف النقيب ديال المحامين كنسكت نهائيا، ما كنتكلمش، كيهضر معايا القاضي ما كنجاوبوش. كاين النقيب، علاش؟ ماشي خايف منه، لانني حتى نكبر بالنقيب ديالي كنلقى اللي كيحميني غدا، كنلقى اللي كيتفاوض سميتي غدا. اما الا جينا نطيحوا هاد الهيئات غتلقاو راسكم، غتلقى واحد النهار راسكم لا العدول ما عندهمش ممثل رسمي. كذلك الغناء مهنه النساخه، النساخه كتقول النساخه بدناها، حيدناها، لان قلنا الاورديناتور العادل الا بغى شي واحد النسخه كتخرجها ليه بخط معين من الاورديناتور، الا بغى كتابه ما لغيناهاش، بناء على طلبي كيدي المبلغ ديالها ويمشي يصوبوها لي كتابه، بيخط لي هذاك شغلهم. دابا انا لست نبيا ولا انزل قرانا، انا جيت باجتهاد، له ما له وعليه ما عليه، وساشهده ولو كذبا سي عبد الله بوينو في القوانين كلها اللي دوزنا. واش كما جات خرجات اختلفنا، تجيبوا التعديلات وكنضربوا عليها وكتناقشوا وكذا وحينما تاتي هذه التعديلات لا اقرر فيها لوحدي، عندي الامانه العامه للحكومه، عندي الحكومه كلها تاخذ رايها، وكنجد دوك التعديلات وكنمشي نتذاكروا نتناقش. ودابا فيكم انتم خصني نتذاكر مع المجلس العلمي، وخصني نتذاكر مع وزاره الاوقاف، وعلم الله تكون معنا خصني نتذاكر اخر. طبيعي جدا، لانه قانون يهم جهاز. خاصكم تعرفوا راه انتم مهنه لها مكانتها التاريخيه والقانونيه والانسانيه والاسريه. انا مقتنع، وحاولوا وطبيعي تدافعوا وطبيعي ترفعوا على مساله قضاياكم وقناعاتكم وتصور. كيفاش كنشوف انا مهنه العدول؟ ماشي كيفاش كتشوفوها انتم كتمارسوها كتعرفوها وتعانون منها او تعيشون منها. اما انا في هذا الموضوع مجرد تقني، وزير عندي تصور كنشوف الراي ديال الجميع وكندير، ولكن انتم كتشوفوها ثاني كجسم، حنا كنشوفوها كحكومه كدوله في علاقتها مع المؤسسات الاخرى كلها وموقعها وطبيعه المؤسسات والاجهزه الاخرى والمنافسين ديالكم. هذا هو الاختلاف اللي عندنا. انتم من رؤيه ذاتيه مهنيه مؤسساتيه، داك الشيء علاش متحمسين اكثر ومتحافين معنا بوين عبد الله ضدي الى اخره. ولكن مازال انا تحالفت معاهم، هذا حاجه اخرى كنتظرها مازال. ولكن هادو عدول ولا من عندكم؟ ولكن أنا سأرافع عن قناعتي وعن ما التزمت به مع جهازي الحكومي. ارتاحوا، هذه القوة الدور، وتعبد الله يدير المعارضة وياخذ الآراء ديالكم. إلا بانت لي موضوعية علاش لا؟
ولكن انا التصور اللي عندي والارتباطات والتقاطعات اللي كاينه بين المؤسسات وموقف المؤسسات ديال الدوله ستؤثر على القرار ديالي. المشكله ديالكم خصكم تعرفوها، راه ما كايناش مشكله، ليس هناك مشكله، هناك طلبات تريدون من خلالها ان توسعوا مجالكم وتطلبوا اكثر، حقكم المطلق، ولكن مسؤوليتي المطلقه ان اخلق تصورا بغات الدوله وبغات الحكومه وتبناتو عطاتو لي باش نوصلوا. هذا هو الخلاف. لا عندي حقد لكم ولا عندي موقف منكم ولا ما عنديش هذا الموضوع كله. وانتم من المشروعيه ومن الطبيعي جدا ديروا هذا الموقف. هذا كنتم تستفزوني. انا حاجه واحده استفزتني، انكم تخرجوا من الهيئه الوطنيه وتبداو تديروا خارج الهيئه الوطنيه. انا جاتني تصويره في شارع محمد الخامس فيها التنسيقيه الوطنيه ومظاهره. شكون هادو؟ ماشي عدول ندير بهم النيابه العامه بانتحال الصفه. القاعده كاينه. الله يجازيكم بخير، وخليونا نتناقشوا مع الهيئه الوطنيه وسيروا قنعوها. طابي انا غير هادي، لان مؤسسات الدوله ليست موضوع. لا دقيقه استاذ ارجوكم لان الهيئه الوطنيه ليست موضوع منازعه في شرعيتها، والا ما نتابعش معها. بما ان عندها الشرعيه من ضمن القانون انتهى الموضوع. حتى هي راه جلست معنا، جلست مع وزارات الاخرين وجلست مع ناس اخرين وعطيناها معطيات اللي ما نقدرش نعطيها لكم، عطيناهم ليها وطلبنا منها السريه لان هذا مش موضوع ديال التشريع كيهم مؤسسات معينه، وتناقشنا. وعندك الصحابه واش راضيين علينا؟ هما راه ما راضيين علينا. تيقول لك ما عطيتونا والو. هذا الشيء كله السيد الرئيس ديما غضبان عليا، تيقول لك هذا الشيء اللي عطيتونا ماشي هو هذاك، ولكن رغم ذلك بقى فتح قال لك راه ها اللي عطيتونا وانا شكرا. هو معناها من لم يشكر الناس لا يشكر الله. قال لك شكرا على اش عطيتونا، ولكن هاش خصنا كله. قلت له شوف خلي الامور تطور، هذا واحد 10 سنين ثاني يجي واحد الوزير اخر يكون بعقله اكثر مني ويدير شي حاجه وغاديين كنطوروا. ولكن ارجوكم، راه هذا الشيء اللي وصلنا له راه 2.5 سنين ونحن نتداول فيه. كان اقل من هذا واصبح اكثر من هذا ورجع ولا هذا. لذلك ديروا الملاحظات ديالكم، انتم كلكم حاضرين، ديروا الملاحظات ديالكم. انا فرحت من حيث ما جاش السي عبد النبوي او شي واحد، لانه لا اريد للقضاء ان يعطي رايه في الموضوع، لان غدا غادي يصدر حكم. اذا عبر عن رايه هنايا غدا كيفاش غادي يصدر حكم؟ وديما تقول السي عبد النبوي، تقول لهم السي عبد النبوي كيحترم المجال التشريعي، تيقول لك هذا مجال لا دخل لنا فيه، انتم الا اذا طلبت وفقا للدستور طلب راي كذا في كذا. هذا السلطه التنفيذيه، حتى ما نوصلش نطلبوا رايه، ولكن مازال ما طلبناش رايه رسميا في الموضوع. لذلك اكدوا بانه كان ممكن ما نديرش هذا القانون، نخليكم كما انتم. وديك الساعات نولي ظريف معكم، ما جبت قانون ما تعبت ما والو. ولكن اعتقد بان المواطن الا بغى يكون مسؤول تجاه الدوله، او المسؤول الا بغى يكون مسؤول تجاه الدوله، خصو يدير وظيفته. سيعاني، سينتقد، سيهان، سيهاجم، طبيعي جدا. هذه من مخاطر مهنه ان يكون الانسان وزيرا. قرأوا لسان الدين بن الخطيب حول الوزير اش كيقول عليه. شكرا. هذا بشكل عام، وشكرا لإضاءة. شكرا سيد الوزير.